السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. انتي عشان تعملي بيتي فور القمر ده، صدقيني كيلو دلوقتي معرفش وصل الرقم كده، يعني هو لامي، انا معرفش وصل للرقم ده امتى ازاي. هو كل الحكاية على فكرة ممكن تعمليه بسمنة، مش شرط بزبدة. اوعي تغلطي الغلطة دي، لا لازم اجيب بالبيتي فور سمنة، واي سمنة يا حبيبتي عندك، اي سمنة. انا بقول لك اهو، لا انا مش هقول لك بلدي، لا ده كل واحد على قد مقدرته ويعمل اللي على قد مقدرته عشان تعملي شويه البيتي فور القمر دول. يلا بينا نوريك هنعملهم ازاي. بصوا مقادير البيتي فور: 800 جرام زبده، 200 جرام 200 جرام سكر بودره، ودول بيضتين كاملين واتنين صفار بيضه. يعني بيضتين كاملين واتنين صفار بيضه، الصفار البيض بينعمهم. و200 جرام سكر، كوبايه من الكبيره اللي هي 200 مللي. وال 800 جرام زبده بقى دي طبعا لازم يتوزنوا، والا هيبقوا 4 كوبايات زبده اللي هو المج العادي. تمام كده. طبعا ايه، لو ما عندكيش مضرب بيض، ما عندكيش مضرب هيبقى بالعجان. لو ما عندكيش قصدي عجان، يبقى مضرب البيض بياخد وقت شويه. العجان يعني بياخد وقت بس مش زي مضرب البيض. طبعا ما عندكيش ده ولا ده، هتستعملي ايدك، الله يعينك على ايدك. هنحط الزبده والسكر بس اهو، بس لغايه ما قوام الزبده ده. طبعا الزبده هنا اللي هي ايه درجه حراره المطبخ. حاطه البيض درجه حراره المطبخ. دلوقتي الدنيا حر وهتلاقوا الدنيا ايه تمام كده. هناخدها بقى ونحطها فين؟ هنحط في العجين. لو مش كده هيبقى بالمضرب البيض، لو بايدك لغايه ما يبقى لون الزبده ده يتغير ويبقى كريمي. تعالي ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. تحطي على البيتي فور بيكنج باودر يفرش، ما بيتحطلوش بيكنج باودر. هو كده بس. وهنلم بقى ايه بالراحه كده، هنلم الايه العجينه. خلي بالك احنا مش بنعجن، الحاجات دي ما بتتعجنش. بصي كده خلاص العجينه ايه اتلمت اهي. بصي عجينه، بصي لينه ازاي فيها تلزيقه بسيطه عشان ده احنا نعمله بالكيس. بصي التلزيقه بسيطه، الزبده هو اللي بيعمل بالكيس يا جماعه اهو. بصوا انا بشتغل بالقمع ده. لما تحطي في القمع تمسكيه، بصي من هنا كده ومن فوق. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه بسكويت الزبده، اوعي تحطي له بيكنج باودر. لو حطيتي له بيكنج باودر يبقى على البيتي فور السلامه، هيفرش منك. احنا كده كده بياض البيض اصلا ماده رفع. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله. بصوا التسويه، بصوا بتاع اهو قد بعضه، حتى الصغير اهو قد بعضه. انا عامله كذا حجم عشان ايه التزيين. بصوا بس ده كان بني اصلا من كده يعني. بصوا البني، حطينا معلقتين كاكاو واشتغلنا بالبني اهو. دي بصوا الكميه ما شاء الله لا قوه الا بالله قد ايه. المقدار بيعمل كتير ما شاء الله يعني. بصوا عايزه اوريكم واحده والنبي ما هين عليا مش هين عليا ضعف واحده عشان يبقوا كله مقاس، يعني مقاس واحد وكده زي بعض بقى مش مشكله. حتى البني بقى تحطوا وانتوا بتخبزوا البني، تحطوا واحده بني في الصاج بيضه، على اساس ايه ما يتحرقش البني وتبقوا مش عارفين استوى ولا ما استواش. تمام كده يا جماعه. بصي بقى هوريهولك. بصي بصي عامل ازاي. بصي النعومه ماسك نفسه خلاص وناعم، يستحمل بقى اللي لسه هنحط المربى والتزيين. هنعمل افكار تزيين حلوه ان شاء الله، وهنزينه معاكم بقى. هنلزق كده
هنلزقه كده، هنحط مربى وهنلزقه كده، ونحط حته، بصوا حته مربى صغيره كده خالص، ونبتدي نلزق وبعدها نبتدي نزوق كده. احنا خلصنا تزيين. طبعا انا جبت لكم وانا بلزق المربى لسه في الاول خلاص، ما اقدرش اوريكم المنظر. يعني هقول لكم على حاجه، في الصابليه عملوا كده وبس، انا مش هنزل بقى فيديو الصابليه وفيديو البيتي فور. انا هنزل لكم الفيديو ده فيديو مسخره، هم ما كانوش عارفين انهم بيصوروا عمالين يتخانقوا مع بعض. هنزل لكم في اخر الايه، في اخر الفيديو ده هتلاقوا الخناقه اللي كانت شغاله بين الاحفاد، مين يزين ومين لا. استني انا هعمل يعني حاجه بصراحه بسم الله ما شاء الله قوه الا بالله مسخره. هم بصراحه عملوا وانجزوا، لكن طبعا اتخانقوا قد ما عملوا. ده اللي هو البيتي فور بتاعنا، بصوا اهو، والله كتر خيرهم بصراحه انقذوني يعني. بصوا اهو، ممكن بقى بجوز الهند، ممكن لو هتجروشي شويه عندك لوز، مكسرات، سوداني، ايا كان يعني اهو اللي انت عايزاه. وطبعا انا مخرجاه من التلاجة فكنا بنعمل في الفريزر بقى، انتوا عارفين. وده مش بيستاجي، انا قلت لكم الكلام ده في فيديو الصابليه. ده مش بيستاجيو ولا اي حاجه غاليه، بالعكس خالص، دي الوان غذائيه. الانبوبه ب10 جنيه. دي طبعا شوكولاته بيضه عشان ده بني. طبعا احنا لسه بقى هنرتبه ونشيله في العلبه، بس طبعا انا قلت اوريه لكم، احنا لسه مخلصين حالا، فقلت اوريكم الانجاز بتاعنا اهو. لسه بقى انا ده هيتنضف ويتحط كده يعني. فدي الكميه اللي انا عملتها قدامكم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده كيلو وتقريبا ونص، ده كيلو ونص بيتي فور. كميه كبيره ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا انت ممكن تعملي كيلو، ممكن تعملي نص، يعني انت على قد ما انت عايزه المقدار بتقسميه على قد ما انت عايزه. ده مظبوط بالشعره، البيتي فور ده معمول مظبوط بالشعره. انا كل سنه المقادير بتاعتي ما بغيرهاش خالص، وقلت لك واحذري احذري 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 ال احذري البيكنج باودر، احذري. اوعي تحطي بيكنج باودر. بيكنج باودر يعني فرش، بيكنج باودر في البيتي فور يعني فرش. ده في البيض مضة رف مش محتاج بيكنج باودر. احذري البيكنج باودر، لان يعني في كتير بيقعوا في الحكايه دي على اساس لا، هي بصي لو لوحدها نافشه وتمام. عايزه تعملي بالمكنه اعملي، عايزه تعملي بالقمع اعملي، وممكن بالقمع وتنزلي بيه كده. انا وريتكم السنه اللي فاتت. فاهو بصي ده سوداني، وعايزه تعملي بقى لوز مكسرات على قد ما قدرتوا، كل واحد يا جماعه على قد ما قدرته. طبعا احفادي بسم الله ما شاء الله، بصوا يعني بصراحه زينه جميل جدا بصراحه يعني. انا مبسوطه منهم، ربنا يخليهم يا رب يعملوا كل سنه اهو. اهو بصوا، هم قالوا لي كفايه انت عليكي ايه، هنزل، ما تنسيش تتفرجوا على الفيديو بتاعهم. انت كفايه عليكي وقفتي وعملتي، فيا ماما هي هم بيقولوا لي يا ماما هنعمل لك احنا بقى، هنزين لك. كل سنه وانتم طيبين، تقعد عليكم كل يوم بخير، وتبقوا في احسن صحه واحسن حال. قومي بقى اعملي شويه بيتي فور لسه بدري. كل سنه وانتم طيبين، وتقعد عليكم كل يوم بخير. ربنا يبلغكم ليله القدر طبعا، يعني ده اكيد ربنا يبلغها لكم ويبلغها لنا، وان شاء الله نشوفكم بقى على خير. السلام عليكم ورحمه الله، بحبكم في الله. ايوه اعملوا اعملوا. الدنيا باظت. يلا يا ايوه شاطرين. اوعي اوعي والله. واحده 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 واحده. طب سيبيها تعمل. على فكره بقى انا بصوركم.